السلام عليكم، ازيكم يا بنات. هوريكم النهارده ازاي تقدري تعملي صلصه للمكرونه من غير خلاط. طبعا انا في المصيف فانا مش جايبه معايا خلاط. ف عندي دي البصله انا اصفرها بس مش عايزاها تحمر. الطماطم اهي مقطعها حتت صغيره. واحطها اعللها النار بس، احطها على البصل. لما تدبل وتبدا تستوي هبدا اهرسها واضيف لها معلقه صلصه من البرطمانات العاديه دي. هتعمل معايا صلصه مكرونه اكنك انت ضربها في الخلاط بالظبط. شويه كده لما تدبل نشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. شايفين بدات تستوي ازاي؟ حتى بدات تبق ميه زي الصلصه. هستنى عليها بقى لغايه ما تدبل خالص واهرسها سواء بدي او بشوكه عاديه. لا تهرسيها تبقى عامله عندك زي الصلصه. انا بالطريقه دي ضفت لها معلقه صلصه والتوابل. هضيف لها بس ربع كوبايه ميه وهتبداي تقلبي زي ما انتوا شايفين. وهي كده جاهزه ان انت تقدري تحطي عليها المكرونه. وممكن دي كمان تتعمل لطبيخ لو انت هتعملي مثلا طبيخ في المصيف او حاجه. يعني برطمان الصلصه ده مهم جدا تاخديه معاكي المصيف، بينفعك في حاجات كتير. بس اهم حاجه المعلقه اللي تتحط جواها لازم تبقى ناشفه وجافه تماما ونظيفه عشان ما تبوظش البرطمان. وبعد ما بتخلصي وتستخدميه بتحطي من فوق طبقه زيت عشان يحافظ عليك جوه التلاجة اكبر فتره ممكنه. ما دام اتفتح البرطمان لازم تحافظي عليه. دي كده الصلصه جاهزه. هطفي عليها بقى لغايه ما المكرونه تجهز. ودي كانت اكله النهارده من ضمن اكلات المصايف السريعه. اشوفكم في اكله جديده ان شاء الله. سلام عليكم.